ابنة فريد الأطرش سمير صبري يكشف أول قصة حب في حياته. وراء الضحكة والابتسامة والشهرة والمجد قد تختبئ قصص حب وغرام وتفاصيل إنسانية لا يعلمها البعض عن نجوم الفن المعروفين في مجتمعنا العربي والعالم. وتصادف الذكرى السنوية الثالثة لوفاة سمير صبري اليوم الثلاثاء، حيث أنه توفى في 20 مايو سنة 2022. سمير صبري الفنان والإعلام القدير الذي خطف قلوب جماهير كبيرة بفنه وابتسامته الجذابة، عاش قصة حب فارقة بحياته الخاصة. في مطلع حياته جمعته بفتاة هي ابنة الفنان، وراء قصص استعراضية لهما حظا وافرا من الشهرة. وكشف الفنان الراحل سمير صبري في حوار نادر له مع جريدة الموعد قائلا: كانت ميمي فريد الأطرش هي الحب الأول في حياتي، وقد عرفتها سنة 1955. وتابع: أعتقد أن كنت الحبيب الأول في حياتها، وكنت يومئذ طالبا في كلية فيكتوريا، وأقيم مع عائلتي في عمارة الشمس المطلة على حدائق الأورمان، وكنت فتى جميل. أذكر تماما اليوم كان الأحد، وكنت أذاكر دروسي مع صديقي كمال عبده ابن الدكتور إبراهيم عبده، ولم يكن في بيته أحد، ودق جرس الباب فجأة وقمت لأفتح، فوجئت نفسي أمام فتاة تكبرني قليلا، أي في حوالي 13 من العمر، وكانت قصيرة القامة وممتلئة بعض الشيء. بادرتني الفتاة بسؤالها: مدام إبراهيم عبده موجودة؟ فسألتها: أنت مين؟ فأجابت: أنا ميم الأطرش. فدهشت وعدت لأسألها: ابنة الأطرش؟ فأجابت بحياء: نعم، ميم الأطرش ابنة فريد الأطرش. وأضاف: أفسحت لها المجال فدخلت إلى صالون البيت، وانفردت أنا بصديقي كمال عبده لأسأله: هل أنجب فريد الأطرش هذه الفتاة ومن مين؟ فأجابني بلا مبالاة: من سامية جمال. فقلت له: أنت متأكد من أن فريد لم يتزوج من سامية جمال ولا هو أنجب منها؟ وعندما عدنا أنا وصديقي كمال إلى حيث تجلس الفتاة في الصالون، رأيناها تبكي بحرارة، وقالت بصوت مختنق: أنتم تستغربون أن أكون ابنة فريد الأطرش؟ أيوة، أنا ابنته. وقالت الجملة الأخيرة بتحدي.